ساتر يا رب، في عدس على اليمين ولا ايه؟ ايه ده، ايه ده، اسعاف وبتاع. احنا ممكن نديله سندوتش الجبنه ياكله. ايه ده، انت بتعمل ايه؟ يخرب بيت امك، استنى استنى، مش شايف الطريق يا ولا الطريق يلا. عملنا ازيك يا باس وازاي همومك؟ انا جاي النهارده اعدل يومك، اعرفك بنفسي الاول، انا الماجيك عبد الرحمن وده مكان هينسيك همومك. يلا بينا نبدا. النهارده جبت لكم لعبه يورو تراك سيميليتور. اتمنى كنا نطقت الاسم صح. ما علينا، نبتدي على طول من المكتب بتاعنا. المفروض انا الرغاي دلوقتي ده. دي عباره عن لعبه ايه. شفت لعبه يورو باس سيميليتور اللي احنا لعبناها من كام فيديو من قريب. هي شبيهه بالظبط ليها، بس الاختلاف هو تقريبا نفس الشركه كمان اللي عاملاها. بس عشان انا هنا شركه ما عندي شاحنه بوصل بيها تريلا يعني بالمصري. بوصل بيها شحنات، مثلا شحنة نقل بطاطس، نقل طماطم، نقل معرفش سمك، الحاجات دي بوصلها من مكان لمكان. بس الميزة هنا بقى ان انت ممكن تسافر بلاد، يعني ممكن تودي من غزل المحلة لبورسعيد، تسافر تروح السعودية، تروح معرفش، تسافر اكتر من بلد زي ما انت عايز. هنروح على طول لأول وظيفة ناخدها. طبعا قبل اي حاجة نصلي على النبي، اشترك بالقناة لو انت مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله، فولو على بيج الفيسبوك، وهستناك تنورني في الانستجرام، ولايك للفيديو. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. أول رحلة لينا نروح بقى على طول نجيب الشحنة. الصوت عالي، الصوت عالي. الشحنة على اليمين قدام. نسيت أقول لكم في حاجة، في نقلات بالظبط كده. أنا مش هعملها مانوال، ممكن تكون الشاحنة اللي معايا دي مش مانوال أصلا، هنتحكم احنا في حوار النقلات ده. أيوه بالظبط كده، ركبنا الشاحنة في Let's get started. Drive safe. التحكم صعب شوية في النقلات دي، رخمة شوية، محتاجين ايه. بعدين خصوصا ان الشاحنة فيها نقلات كتير، يعني بس العربيات تقريبا 5 نقلات بس، لا دي ممكن يبقى معاك مثلا 14 نقلة عادي جدا. افتح يا زميلي حبيبي. غلطوا زي حاجة ولا سلام عليكم؟ معانا 630 كيلو متر في التوصيلة جوه بالليل، يلا بينا. لو حابين بقى نعمل سلسلة من اللعبة ديت، نشوف الدعم بقى، عشان ايه الموضوع هنا كبير حبتين تلاتة. انت هنا بقى عبارة عن شركة وبتطور من نفسك وتوظف ناس. انا عملت الجير بدري شوية، وتوظف ناس، وبدل ما انت تسوق انت ممكن تخلي ناس هي اللي تودي لك البضائع وتوصلك بشاحنات، تشتري شاحنات كتير وهم اللي يوصلوا لك، وتجمع فلوس عشان تشتري شاحنات اقوى. فالموضوع جميل يعني. المفروض هنلف لفة كده زي بتاعت الدائري، فعايزين نركز شوية عشان هي مش عارف انزل منين المفروض. الجي بي اس كده كده هيساعدنا شوية. هو بيلف ازاي ولا ايه؟ لا تمام، بسيطة بسيطة. النازلة دي من هنا عادي جدا. نخفف السرعة شوية عشان ايه الحمولة اللي معانا. خش يمين. تقريبا خبطت الشحنة، فعادي عادي، بتحصل في أحسن الحالات يعني، مفيش أي مشكلة. البنزين تحت عندي في التانك بيفضل، فمحتاج إن أنا أفول في أقرب بنزين، وغالبا هي ديت أصلا القريبة اللي جاية علينا دي. فممكن ندي إشارة يمين، ندخل البنزين نفول فيها.
جوه بالظبط كده. نقف نبطل الموتور هو يفول مع حاله. خد مني 250 جنيه يا ساتر يا رب. دورنا يلا بينا نطلع نكمل رحلتنا. وصلنا على التوصيلة 500 كيلو متر، فالموضوع ايه مش سهل زي ما احنا فاهمين، هنحتاج شوية وقت. المكان اللي فوق اللي على اليمين ده مكان زي بننام فيه او ناكل فيه، لان السواق هنا برضو بيجوع زي ما انت شايف هنا كده على الشمال. نسبة النوم عنده 90% والاكل 80%. النسبة دي لو قلت هو ما بيعرفش يسوق، فلازم كل فترة كده تتأكد انها سليمة عشان تعرف تريحه تخليه ينام. تقريبا داخلين على كارتة، محتاجين ان احنا ايه نهدي شويتين 3 كده. نزل 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 بطاقة بسيط، ميقدرش مننا الشاحنة بالظبط كده. دي كارت فعلا، فنمسك يمين كده ونهدي. السلام عليكم اخويا. استنى يا عم بتاع اسمه ايه، بتاع موتور مور منه. واجي على التاني كده نمشي بقى اللفة اللي ملففها لنا دي. قطع التالت طيب ماشي. الموتور عمال ينحر. ايه ده؟ بوليس شرطة؟ نهرب بضايع كده ولا ايه؟ احنا هنعدي على كمين كمان. جامد ده. استنى بيقول لي اقف. واتر يو هيدنج تو. احنا رايحين فين؟ احنا رايحين لتبوك. انا جاوبت صح. بيقول لك انت واتر يو كيرينج، انت شايل ايه؟ شايل ميلك بس كده ماشي. هو غالبا لو جاوبت غلط يا اما هيحبسوني يا اما هياخدوا مني الحاجه اللي معايا، يا اما هيخصموا لي ياخدوا مني فلوس كده يعني. فلا احنا جاوبنا صح عشان احنا مش شطار محترمين. نكمل رحلتنا. تقريبا داخلين على كارتة تانية او كمين تاني مش عارف. نضطر نجهز الرخص بقى ونعمل بقى الكلام كده. نقف نعدي شوية عشان المطب ده. الموتور بينحر مني بسبب ان انا على اسمها ايه دي عالية. كان في بتاع ورايا بس شاحنة ورايا بس ايه عديت تقريبا. السلام عليكم، ممكن اعدي؟ ماشي حبيبي والله. هي بتبقى تقريبا كارتة بعدها كمين ماشي. عايزين نعرف لو مقلناش الكلام صح هيعمل معانا ايه؟ يخصم مننا فلوس ولا يعمل ايه؟ باشا استنى احبس عليك. ايه الاخبار؟ ازيك؟ ماشي مش هتسألني لازم كده يعني. ماشي ازيك عامل ايه؟ انا شايل ايه؟ انا رايح فين؟ انا رايح لتبوك. ماشي. شايل ايه؟ شايل فلفل ولا شايل لبن؟ تيجي نجرب كده نسأله نجاوب غلط. شايل فلفل. يا رب امك 250 جنيه. يا نهار ابيض انا اسف، انا شايل لبن، انا كنت بهزر والله. انت نظرك كتير اوي كده ليه؟ ماشي نكمل في طريقنا عشان فازلكنا فنستاهل. ساتر يا رب، في عدس على اليمين ولا ايه؟ ايه ده اسعاف وبتاع. يا الهي حول الله يا رب. موضوع كبير شكله.
ناقص خلاص اقل من 100 كيلو على ما نوصل. فبس احنا محتاجين ان احنا نفول بنزين، وتقريبا محتاج الشخص ياكل وممكن ينام كمان شويه. فممكن نخليه حتى ياكل بس لان هو بدأ يجوع ومش هيعرف يسوق كويس. اول بنزينه هتقابلنا كده نشوف لو فيها اكل وناكله، او محطه فيها مكان ياكل فيه ونفول بنزين. انا بفتح في الصدفه كده لقيت في الشنطه بتاعتي فيها سندوتش جبنه ومشروب طاقه، فاحنا ممكن نديله سندوتش الجبنه ياكله. ايه ده انت بتعمل ايه؟ يخرب بيت امك، استنى مش شايف الطريق يا ولا الطريق يلا. عملنا وقته انسى الحكايه دي خالص، انزل. حادثه عشان هو ما بصش على الطريق ونزل ياكل، يخرب بيت الضحك. ماشي هو كل المفروض، ف وريني كده. كل اهو. ماشي خلاص حلنا مشكله الاكل. عايزين بقى مشكله البنزين ان العربيه تفصل مننا بنزين في اي وقت دلوقتي. ف 18 كيلو نوصل. معرفش البنزين ده يودينا ولا لا، ربنا يستر. فكره في الركنه يعني حتى لو وصلنا، هو تقريبا احنا وصلنا هناك بتاع الخضرة دي، بس الفكرة في البنزين. انا خايف ناقص نقطة. الفكرة ان انا لما اجي اتحرك تاني في رحلة تانية هيطلب مني بنزين، او مش عارف هو بتنزل متفولة ولا ايه، فربنا يستر. ايه ده طينة فصلت مننا بنزين عند النقطة. حرام والله، اتغرمنا كتير اوي مصاريف النقطة. ماشي بس المهم ان هو فاول الحمد لله. فنروح نركب ماشي. خلاص احنا وصلنا عند العلامة الخضراء دي. You have reached your destination. هنا بيقول لك نختار المفروض الركنة يعني بتاعتنا. فممكن اعمل لها سكيب، وممكن اركنها ركنة عادية واخد عليها 700 جنيه، وممكن اركنها ركنة كاملة واخد عليها 1400 جنيه. لا يا عم كفاية كده. انت ايه الحمد ربنا ان انا وصلت لك اصلا الرحلة الدفع. فبس كده احنا خدنا 7000 جنيه. بس كده يا شباب، كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. رب يكون عجبك الفيديو. لو عجبك اشترك بالقناة، لو انت مش مشترك فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك، شير، فولو البيج الفيسبوك، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. احنا كده خلاص خلصنا الرحلة ديت. فلو عجبك عجبتك اللعبة دي ممكن ننزل منها تانية لو حابب، بس شوف دعمك. وان شاء الله في اقرب وقت ممكن نتلاقى يوم الثلاث الجاي ميعادنا. شوف وشك على خير. سلام.